السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة النهاردة. هنتكلم النهاردة عن فيلم عزيرو لمحمد رمضان. هو إنتاج وتأليف وإخراج شركة العدل، دكتور مدحت العدل والدكتور محمد العدل والأستاذ أحمد العدل، كله عيلة العدل كلها عاملة الفيلم. طبعا الفيلم ده أنا شفت فيه هجوم، ويعني قريت هجوم على السوشيال ميديا وعلى صفحات الفيسبوك، وهجوم شديد، وناس بتشكر في الفيلم، وناس بتذم الفيلم او بتهاجم الفيلم. فقلت طبعا قبل كل الكلام ده هدخل الفيلم واتفرج عليه واحكم واقرر وانقل بقى انطباعي الشخصي عن الفيلم. في عجاله كده هنتكلم ونشوف قصه الفيلم سريعا. الفيلم بدايه فيلم عزيرو ان هو بدأ ان هو محمد رمضان دي جي، شغال دي جي، وعنده طبعا الاجهزه بتاعته، وفجاه الراجل دوت يعني يلاقي ابنه، ليه ابن وحيد ملوش غيره يوسف. وبعدين في النهايه يكتشف ان ابنه عنده مرض اللوكيميا او سرطان الدم، بعيد عن السامعين، ربنا يشفي كل مريض. بيجري عليه على مستشفيات الحكومه، بيقولوا له ده ابنك عنده لوكيميا او سرطان الدم. طيب اعمل ايه؟ قال له لازم يتعالج على لازم يتعالج او يعمل عمليه زرع نخاع بسرعه. ابنك تعبان جدا وفي مرحله يعني يعتبر مرحله شبه خطيره. طب هيتعالج ايه؟ قال لك ممكن يتعالج على نفقه الدوله. راح للمدير بتاع نفقه الدوله، طبعا قال له الدكتور طبعا قابله بتناكه وقال له قدامك سنه ونص وما نديش اكتر من كده. قال له يا دكتور، قال له هو سنه ونص، بقول لك ايه، مش عاجبك شد بحواجبك، ده في ناس على قائمه الانتظار. طبعا ده هنتكلم في كل التفاصيل وفي كل حاجه في الفيلم، بس بعد ما نحكي الفيلم بسرعه. وطبعا راح مسك الدكتور، راح هو طبعا محمد رمضان راح ضرب الدكتور. طبعا ابنه في حاله زي كده اي حد هيتعصب. خدوا على مستشفى، طبعا قابل الدكتوره، واحده كانت عامله مشكله دكتوره، وقابلها وقال لها، قالت له تعالى نروح مستشفى استثماري. مستشفى استثماري طلب منه 1,000,000 جنيه عشان يعالج ابنه او يتعالج عندهم، مستشفى طبعا خاصه استثماري، عشان يزرع نخاع ب1,000,000 جنيه. بعد كده طيب راح قال طب في طبعا هنروح تاني المنصوره. راح المنصوره، قال له ما ينفعش، هو لازم يتعمل له زرع نخاع، ابنك في مرحله خطيره جدا. رجع تاني مصر، طبعا اتدهورت بيه الحال واتطرد من الشقه او الاوضه اللي كان ساكن فيها، وطبعا راح قعد في بنسيون. في النهايه مش عارف يعمل ايه، عاوز يدبر ال100,000 جنيه. طبعا هو هناك في المستشفى الاستثماري قاعد، قالوا له خد الرقم ده وهو هيحل لك كل مشاكلك. طبعا هنعرف الاحداث واحده واحده. ايه الرقم دوت؟ طبعا اخر ما يعني خلاص الدنيا قفلت في وشه، اتصل بالرقم، راح قال له انت هتعمل تحاليل، انت هتبيع كليتك او حاجه من اعضائك، هنعمل لك تحاليل ونشوف احسن حاجه مناسبه ليك ايه، واللي هيجي يرزق ترزق. يعني اول حاجه كده هتبيع عضو من اعضائك، ماشي. بعد كده قال طب انا موافق ابيع عضو من اعضائي. الدنيا اتاخرت معاه والواد محتاج يعمل عمليه. قابل واحد خارج عن القانون، او هو بيسموه الشمال، او بيسموه مش عارف ايه، ابراهيم هيما الشمال. طبعا لقى اتقبض عليه في قلب البنسيون. هيما ده لقوا معاه فلوس كتيره، فراح قال له انا عايز اشتغل وابني بيعمل عمليه، ارجوك شغلني. قال له هبعتك للي هيجيب لك الفلوس بسرعه. طبعا بعته للتاجر المخدرات اللي هو يعرفه هيما، ما هو كان شمال بقى. هيما راح لتاجر المخدرات. المهم في النهايه بعتوا لتاجر المخدرات. محمد رمضان راح لبتاع المخدرات، طبعا عايز فلوس باي طريقه. وهو هناك هوبا لقى شاف شنطه الفلوس عجبته قوي، راح خدها وسرقها وطلع يجري، وخد الولا اداه للممرضه او الدكتوره اللي بيحبها، اللي قام معاه، اللي هي قامت بدورها الفنانه نيللي كريم، بيحبوا بعض والكلام ده، ما فيش مشكله، خلاص انتهى الموضوع. طبعا هنا هوبا بتاع المخدرات عرف يجيبه عن طريق ابنه، وخطف ابنه وراح قال له خد فلوسك هيت. ومحمد رمضان قال الحمد لله ان السكه دي ما مشيتش فيها سكه المخدرات، وجاله بقى عرض انه يبيع كليته بالمبلغ، وراح باع كليته. كل الكلام ده جميل. بعد ما باع كليته طبعا وجهز الفلوس، راح يعمل عمليه. قالوا لا ده انت نص مليون، دي اعمل ايه نص مليون؟ ما تعملش حاجه طبعا، ما ينفعش. طبعا حبيبته اللي هي الدكتوره او الممرضه اللي نيللي كريم راح سرقت نص مليون من خزنه المستشفى اللي شغاله فيها، وقالت له الفلوس اهي وادي معاك 1,000,000 جنيه. طبعا عرفوا ان
اسمه ده ان المليون انها سرقه فلوس، وقبضوا عليها. وطبعا هو ايه قال هولع في المستشفى، وولع فيكم واحرقكم بجاز، ابني يعمل عمليه، ابني يعمل عمليه، انا عايز ابني عمليه. المهم ابنه دخل يعمل عمليه، فهوبا كان منزل اغنيه على الزيرو على الزيرو على الزيرو على الزيرو على الزيرو. المهم الاغنيه ايه فرقعت الدنيا على اليوتيوب زي الاغاني ايه بتفرقع على اليوتيوب، وهوبا لك 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 لك. جاله واحد قال له ده انا ايه هديك 150,000 دولار واحتكار وهعمل لك، ده الاغنيه فرقعت، ده انت بقيت نجم. وهوبا محمد رمضان باب القدر ساعه القدر ايه اتفتحت له، وما شاء الله كل الكلام ده حلو. احنا خلصنا كده الفيلم، حلو حلو، يلا ذا اند، ويلا كلكم روحوا. تعالوا بقى هنا اللي بقى تعليق بقى على الفيلم. الفيلم هنا مش عارف هو عايز ايه. انت عايز ايه؟ انت عاوز تشوه سمعه مصر؟ حرام عليك. طبعا محمد رمضان معروف ان افلامه ليه افلام حلوه ومسلسلات، وليه افلام تانية خارجه عن الايه، عن السيطره واللي تشويه سمعه مصر وطبعا ظهر البلطجه والفساد والكلام ده. هنا بقى طب انت ابنك مريض سرطان ومستشفى الحكومه ما عالجتكش، امال فين 57 357 مستشفى السرطان الكبير يا راجل، الصرح الطبي اللي اتبرع مستشفى الصعيد بلا سرطان، الدلتا بلا سرطان يا راجل. ده في كل محافظه دلوقتي في مركز اورام بيعالج عن نفقه الدوله. ده الريس عامل حمله 100 مليون صحه. انت يعني فين يعني الفيلم ما فكرش يروح مركز معهد السرطان او معهد ناصر اورام، او بلاش مستشفى 57 357 57 357 اللي عمال كل شويه اتبرع 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 اتبرع، ما فكرش كل الكلام ده يعني. طب انا عايز اقول لك حاجه يعني، ده احنا عاوز اقول كلمه، انا رحنا مره لحاله زي كده، وكان طفل سرطان وكان في الرئه، وخدنا الولد الحمد لله وتعالج على نفقه الدوله، ولاد خف وتعالج وفي حالات تانية دخلناها مستشفى 57 357. اي نعم ب 57 357 لازم واسطه ومعرفه ومش عارف ايه، لان الله يكون في عليهم ضغط جامد صراحه. انت ما فكرتش في كل الكلام ده خالص. في النهايه انت فكرت في حاجه، انت ازاي تشوه سمعه مصر؟ ان الدكتور اول حاجه طلع الدكاتره ان هم وحشين جدا بتاع الحكومه، ما مش عارفين يتعاملوا، عندهم جليطه في التعامل. دكاتره المستشفيات الخاصه بقوا جزارين ودباحين. طبعا في منهم كده وفي منهم من رحم ربي. يا اخي ده انا في حاله اقسم بالله كانت ناشدنا، كان عنده ولد عنده 13 سنه وكان عنده سرطان في الغده. والله العظيم دكتور تبرع انه يعمل عمليه بالمجان. في دكاتره تبرعت انها تعمل وكانت عمليه مكلفه، وتبرع انه يعملها وعملها، والواد خف الحمد لله وعايش حياه طبيعيه، وشلنا الغده وشلنا الورم اللي على الغده. يعني في ناس في مهنه الطب، في منهم شرد وعايز فلوس وعايز طماع، وفي منهم ما شاء الله عندهم رحمه. انت ما ذكرتش ان عندهم رحمه ليه؟ ذكرت الناس السيئين ليه؟ يعني انت كده بتسوي شمعة مصر. انا بناشد الدولة وبناشد الحكومة والرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ارجوك تدخل ان ده كده بيشوه سمعة مصر. يعني انا عشان اعرف اعيش في البلد دي واعالج ابني هبيع كليتي؟ طب ما تجارة الاعضاء ده مش حرام؟ حرام ولا مش حرام؟ الازهر حرم تجارة الاعضاء، قال لك اللي عاوز تبرع بيها تبرع بيها، لكن انت تتاجر بعضو من اعضائك او بفلوس دي حرام وهتشيل وزرها. طيب عشان اكل بيتي واعالج عيالي اتاجر في المخدرات؟ طب عشان اعالج بيتي واعالج عيالي ومراتي واكل بيتي اسرق؟ هو ايه مفيش حل تاني؟ مفيش حلول تانية غير ان انا اتاجر في المخدرات والاعراض وبيع كليتي وبيع اعضائي واسرق وتاجر؟ يا ايه ده؟ في ايه انت سوي؟ انت خليت يعني فرشت للعالم كله بفيلمك ده ان مصر كده. طب ما انت فين؟ ما ظهرتش ليه دور مستشفى 57 357؟ ما ظهرتهاش ليه؟ فهمني بس، قول لي ما ظهرتش ليه الموضوع ده. فالفيلم انا خرجت منه متعصب جدا، لانك يعني انا غيور على بلدي وبحب بلدي. انت سوقت سمعه بلدي قوي، سمعه مصر بجد يا محمد رمضان او القائمين على العمل. ايه ده؟ في ايه؟ خليتها وحشه، وانت كان ممكن يتحل بابسط طرق. بس انت عاوز تعمل فيلم، عاوز تعمل ماده علميه بانك على حساب مصر، وعمر ما يعني مصر مش كده. الريس عامل مليون اسمه ده 100 مليون 100 يوم صحه، 100 يوم صحه ماشي، علاج بالمجان. فيروس سي كبد علاج بالمجان، عامل حمله فيروس سي، حمله سيدات خلي بالك من صحتك للرجاله. في ايه؟ علاج متوفر الحمد لله.
حتى لو عندك سرطان والكلام ده، في كل مستشفى فيها مركز الاورام وبيعالج عنها في الدوله. قال لك الحقنه ب 60000 جنيه، اصل مش متوفره في الحكومه. مين اللي قال الكلام ده؟ متوفره في الحكومه، والحكومه بتهتم بالعلاج. بس انا عايز اسوق سمعه بقى بلدي باي طريقه، اشوقها بقى بكل الطرق، بس ما اطلعش منها الحاجات الحلوه، لا اطلع السيئات اللي فيها. ده كان الفيلم يا جماعه. وبناشد الحكومه تاني، وبناشد الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، وبناشد الدوله، وبناشد القائمين على الانتاج والدراما، بلاش الاعمال اللي بتشوه سمعه مصر. بلاش الاعمال اللي بتشوه سمعه مصر. مصر كبيره يا جدعان، مصر انضف من كده، وفي حاجات بتعمل كويس. ليه ما نظهر الانجازات اللي بتحصل؟ بنظهر التطور احنا حصل لنا؟ ليه بنظهر الفساد؟ وليه بنظهر ان احنا وحشين؟ الله، لازم يكون في رقابة على الدراما. الدراما سلاح ذو حدين. كده انت وصلت للعالم كله ان مصر ما فيهاش لا علاج ولا صحة ولا اي حاجة. عشان تتعالج وعشان تعيش يا تبيع اعضائك، يا تكون حرامي، يا تاخد مخدرات. هي دي مصر؟ لا والله دي مش مصر بجد. فيلم اتمنى ان ما حدش يخشه، لانه فيلم هابط هابط هابط، وما بيتكلمش عن اي حاجه غير تشويه سمعه مصر. ده كان الفيلم على الزيرو او على الزيرو، هو فيلم معمول لتشويه سمعه مصر. شكرا لكم، واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.